السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ألف مبروك لنادي الزمالك الملكي، بطل أفريقيا، بطل الكونفدرالية. نادي الزمالك قدم نص ساعة في الشوط الأول، ماتش عالمي. فالسنة الجاية جاي أتكلم عن نادي الزمالك ولا على اللي قدامه. أنا جاي أبعت تحية لجماهير نادي الزمالك اللي عملت عظمة. جماهير بتعمل عظمة عظمة كده، مفيش جمهور في العالم بيعمل اللي بيعمله جمهور الزمالك. جمهور الزمالك مش بس بيشجع، والله مش بيشجع، جمهور الزمالك ده بعد الكفة اللي مايلة كده، اللي انت الناس كتير في المؤسسة الرياضة في مصر عملها اعلانات وفلوس وتحكيم وحاجات كتير. فجمهور الزمالك بعد الكفة المايلة ديت هو اللي عادل الكفة المايلة. جمهور الزمالك سبب رئيسي في الفوز بالكونفدرالية من أول ماتش أرتا سولار لغاية النهائي دلوقتي. ضغط رهيب، ضغط وتشجيع للاعيبة الزمالك وضغط على الفريق المنافس. حاجات كتير بيعملها جمهور الزمالك. جمهور الناس النايمة على في درجة الحرارة 40 ديت، الناس اللي نايمة على الطرق والناس اللي جاية قاعدة ومستنية من الساعة 10 الصبح، واللي طالع من الساعة 8 على ما يوصل، مش تعرف توصف له حقه ولا تعرف تديله حقه. نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، مش هقول لنادي الزمالك على جماهيره، بجد انتوا الصفوة، بجد انتوا مختلفين عن اي حد واي جمهور في العالم. احب ادي بس كام لعيب من نادي الزمالك حقه: حمزة المسلوسي رجل البطولة الاول، عمر جابر، دونجا، محمد شحاتة، سيف الجزيري، وعلى رأس ده كله احسن لاعب في افريقيا احمد السيد او احمد مصطفى السيد زيزو، نجم البطولة الاول. لعيبة هم دول الصراحة اللي صنعوا الفرق مع حسام عبد المجيد. الصراحة حسام عبد المجيد مقدم موسم رائع، عشان مش نبقى ظلمنا اللعيب. الزمالك قدم نص ساعة الأولى في المباراة بشكل رهيب. ناس كان تحس ان مانشستر سيتي اللي بيلعب. احنا قاطعين كرة في 18 اللي جبناها جند أحمد حمدي، ربنا يشفيه. نسيت أقول ربنا يشفيه أحمد حمدي، وإن شاء الله الإصابة تكون خير. هي مقلقة جدا، بس إن شاء الله لسه الفحوصات والإشاعات مش اتعملت، بس إن شاء الله هتكون خير، إن شاء الله خير. أحمد حمدي عمل إضافة رهيبة في البطولة ديت. لولا أحمد حمدي احنا كنا هنتأثر جامد جامد في ماتشات كتير في البطولة، فربنا يشفيه. الزمالك زي ما قلت الضغط كان رهيب من قدام، من منطقة الجزاء، مش بيستنى. بعد كده المستوى البدني تراجع، والضغط النفسي على اللعيبة خلت الزمالك يتراجع. المشكلة ان انت مش عندك لعيبة تغير وتعمل الكونتر اتاك صح، لان المدرب وكل لعب المدرب الاستحواذ، وان انت الكورة من باص لرجل لرجل. فانت مش عندك بعد كده لما حب يغير ويدافع ويعتمد على الكونتر اتاك، مفيش. احنا كنا بنشوف الجزيري يطلع التير لوحده، زيزو بيخش في وسط خمسة وياخد فاول. ف مش هنتكلم على الفنيات. احنا جاي الفيديو ده ابارك لجمهور نادي الزمالك العظيم الملكي واشكره على اللي عمله